السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هالة حافظ، أدمن جروب ماجيك هاند كرافت للأشغال اليدوية. والنهاردة معانا الفيديو بتاعنا المنتظر، وهو فيديو تطريز العين لعروستنا الجميلة مولي، وإن شاء الله كمان لأي عروسة تانية بمنتهى السهولة. بصوا حبايبي، أول حاجة انا بطلب منكم ان انتوا تسامحوني عن التأخير للفيديو ده، بس والله كانت غير مقصودة بالمرة. انا كنت تعبانة جدا جدا، وكانت حالتي الصحية ما تسمحش خالص ان اصور الفيديو، وكان صوتي مش موجود اصلا. فسامحوني، بس ان شاء الله تتعوض في فيديوهات متتالية بإذن الله، ان احنا نقرب المسافات للفيديوهات اكتر واكتر بإذن الله. تاني حاجة، احنا عايزين ندخل في العروسة على طول، عشان مش عايزين نتأخر، لأن الفيديو بتاعنا هو مش صعب نهائي لكن طويل الحقيقة. متعب شوية، متعب في حاجات صغيرة، لكن إن شاء الله هنحاول نسهلها على بعض واحدة واحدة واحنا بنشتغل، وننظم الأمور عشان تبقى الحكاية واضحة خالص قدامنا. وانا بوعدكم ان بعد الفيديو ده باذن الله باذن الله، لو حتى ما مسكتيش ابره تطريز خيط خالص ولا طرزتي في عمرك، هتطرزي معايا عين العروسه حلوه قوي ان شاء الله باذن الله، وايدك هتتحسن من واحده للتانيه. نقول كده الادوات بسرعه عشان الفيديو الحقيقه هيبقى طويل مش قصير، فعايزين نحاول نشتغل على طول. طبعا احنا محتاجين عروستنا الجميله مولي وما تكونش لابسه حاجه خالص من لبسها، عشان مش عايزين اي حاجه تتشد معانا. محتاجه البونيه بتاع العروسه مولي، الايس كاب بتاعها محتاجاه، وهنعرف دلوقتي في ايه. محتاجاه دقيقه واحده. محتاجه الخيوط اللي هنطرز بيها العين، وزي ما اتفقنا 3 الوان ثابتين، اللي هم البني والاسود والابيض، دول ثابتين معانا في اي عروسه حبايبي زي ما اتفقنا قبل كده. انا مختاره بما اني ملبسه مولي الوان الزيتي في الاصفر، فانا اخترت لها اللون الزيتوني الفاتح عشان يبقى العين بتاع مولي، عشان الدنيا تبقى ماتشنج معايا. مختاره كمان درجه اغمق. دي الالوان. بالنسبه لنوع الخيط اللي احنا هنطرز بيه، عندك 3 انواع مختلفه تقدري تطرزي بيها عروستنا الجميله مولي. اول نوع، وده ارخص نوع يا حبايبي، وحلو على فكره جدا، وهنشوفه دلوقتي مع بعض، هو خيط بتاع البيضه. بس عايزاكم تركزوا معايا، ده خيط الكوتون بارليه بتاع شركه البيضه. انا هقرب لكم الليبل بتاعه قوي. بصوا خلي بالكم، الليبل ده مكتوب عليه شركه مصر صباغي البيضه. الخيط ده قطن 100%، وصبغته كويسة على فكرة جدا. أنا استخدمته من زمان جدا جدا، لأن ما كانش في حاجة متاحة وقتها من زمان في التطريز غير الخيط ده. تمام؟ فالخيط ده ممتاز جدا، والشلة بتاعته مش غالية خالص خلاص. وهو عندك ألوان ودرجات متعددة، وكنا ده اللي بنعمل بيه الإتامين والكنفا والحاجات دي. البديل بتاعه حاجة أقيم وأحلى، هو الخيط بتاع الدي ام سي. دي ام سي ممتاز ممتاز ممتاز، لكن في ناس بتحس انه غالي شوية، او بيبقى مش متاح جنبها. فبالتالي انا بقول لكم ابسط حاجه، لكن عايزاكم بس تنتبهوا لي نقطه معينه. تنتبهوا ان الكتابه هنا اسمها صباغ البيضه، شركه مصر صباغ البيضه، لان خيط القادسيه نفس بالظبط الليبل ده واخدينه، لكن القادسيه الوانها وحشه جدا وبتبهت، ودي حاجه مش حلوه خالص. نستبعد موضوع خيط القادسيه. تمام. انا هنا عايزه اللون الزيتوني الفاتح، وعايزه معاه لون اغمق، درجه زيتوني اغمق. وهنعرف ليه. الخيط ده خيط سولفابري، كان عندي من زمان، لكن انتوا تقدروا تستخدموا البديل بتاعه، الشله بتاعت الدي ام سي اللي شبه الشله دي كده، شله دي ام سي. خلاص، بتبقى شله بالمنظر ده. حلو كده. هما دول اللي انا عايزاهم لايه، للون العين. انا ممكن تستخدمي يا حبايبي في الخيط البيضة بقيه الالوان الثابته دي، لكن انا هنا هستخدم معاكم خيط الفوريفر اللي احنا اتفقنا عليه من شركه اليز. انا ممتاز وبحبه، خصوصا في العرايس الكبيره، بيجري وبيملى معايا مساحه حلوه قوي بسرعه جدا. تمام. محتاجه ايه كمان معايا؟ محتاجه الدبابيس بتاعه الطرحه بتاعتنا العاديه اللي ليها راس دي، او دي حبايبي اللي انتوا شايفينه مناسب او متاح عندكم، اتس اوكي شغال. محتاجه الزراديه، محتاجاها جدا النهارده، مش هنستغنى عنها. النقطة التانية محتاجة ايه كمان معايا؟ محتاجة مقص النهاردة ضروري طبعا، او قصافة زي ما تحبوا. الكينج بتاع الموضوع النهاردة بقى هو الابر. محتاجين نوع ابر كويس
مهم جدا يبقى معايا ابر كويسه، تكون ابر حاده ورفيعه وبالطول مناسب عشان تعدي في المساحه كامله بتاعه الراس. انا هقرب لكم الابر اهي، ودي بقيه المقاسات. هنستخدم المقاسين اللي ورا بعض دول وهنشوف هنستخدمهم في ايه دلوقتي حالا. خلاص تمام كده. ده بالنسبه للابر. انا هحتاج كمان معايا استك عادي يا جماعه، اللي هو بتاع الفلوس عادي جدا، الاستك العادي بتاع لعب الاطفال اي حاجه. ده ليه؟ عشان احنا عروستنا اول حاجه احنا هنعملها في العروسه حالا عشان نبتدي الشغل، ان انا هحاول اقفل الدراعات بتاعت مولي بالمنظر ده من تحت. بصوا لي كده اهو. انا مجرد ان انا دخلت الاستك وحطيته بس كده تحت الاساور بتاعت مولي، عشان خاطر انا مش عايزه كل شويه الدراع يشبك معايا في الخيط والابره. ويا حبذا لو انا قلبت الدراع لورا كده، يا ريت كده تشوفوني كويس اكني ايه. معلش تسامحني مولي النهارده ان انا هكتفها شويه من ورا كده، بس عشان خاطر اعرف اشتغل في العين من غير ما في حاجه تضايقني. خلاص تمام. طيب احنا الاول كده هنستبعد الخيوط لمده دقيقه واحده، وبعدين هنشوف هنعمل بيها ايه. حبايبي احنا معانا حاجات تانية بس انا مش عايزه الخبطكم حاليا، خلينا في الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي. اول حاجه حبايبي لازم ننتبه لها. انا بس هطلع كده كام دبوس قدامي عشان اعرف اشتغل بيهم، وهنشوف هنشتغل بيهم ازاي. بصوا حبايبي، انا دلوقتي كده توكل على الله وبالراحه خالص. دي الراس بتاعت عروستنا الجميله مولي، وده الوش بتاع العروسه. انا عشان ابتدي احدد المكان اللي انا هشتغل بيه كويس للعين، لازم اكون عارفه حاجات اللي انا هلبسها للعروسه. عشان كده انا قلت لكم ان انا حابه قبل ما اطرز العين ان انا اكون عامله اللبس بتاع مولي. اول حاجه انا بلبس مولي البونيه بتاعها بالمنظر ده كده بشكل كويس، واشوف الشكل اللي انا عايزه موقع البونيه فيه. بصوا لي كده، انا عايزه مولي شكل البونيه فيها كده. من هنا حبايبي هبتدي احط دبوسين فوق هنا او 3، بس مجرد ان انا احدد بيهم ان ده اخر المكان اللي هيظهر فيه البونيه. خلاص يبقى انا حددت هنا كام دبوس، 3 اهم بس كده، وهشيل البونيه مش هيلزمني تاني النهارده. خلاص يبقى انا اول حاجه بالنسبه لي انا حددت 3 اماكن، بحيث ان انا الجزء خارج الدبابيس دي هنا هيبقى البونيه، يبقى ما احاولش ابدا العب في المنطقه اللي فوق الدبابيس دي. خلاص دي اول حاجه. طيب تاني حاجة كده بالراحة، أنا لازم يا حبايبي أحدد النص بتاع وش العروسة مولي. النص بتاعها أحدده حبايبي بعناية، الموضوع مش محتاج خالص مهارة أو حرفية. أنا بعيني كده أشوف المساحة أو الخرام اللي نازلة في نص الرقبة عندي هنا لمولي، بالراحة كده هطلع هلاقي إن تقريبا إن ده النص بتاع العيون أو النص بتاع الراس بالظبط. ده عملته بعيني يا حبايبي، ما عملتهوش بأي عدد. خلاص وانا احاول اشتغل معاكم بالعدد في العين نفسها فقط. هطلع بس الدبوس ده لفوق سنه صغننه كده، وهعمل ايه؟ ابتدي اختار المكان اللي انا هحط فيه العين. بصوا لي كده حبايبي، ادي حجم الراس بتاعي تمام. هبتدي اشوف المكان ده هو تقريبا نص الراس بالعرض، هطلع فوق نص الراس ده صفين او 3، وهبتدي منها احدد مكان العين. يبقى تاني مرة تانية حبايبي، انا بعمل ايه؟ انا بشوف نص الراس بالعرض فين. انا تقريبا ده نص الراس بتاعتي اهو، هعملها لكم اهو. ده تقريبا النص بتاع الراس عندي كده بالعرض. هحاول اطلع دور او 2 وده يبقى مكان البداية بتاعت العين بتاعتي. خلاص يا السطر ده يا اللي بعده، بلاش اطلع اكتر من كده. ماشي، يا السطر ده يا اللي بعده كده، مش اكتر من كده، عشان العين اعرف اديها المساحة بتاعتها والاقي مكان اعمل فيه الحاجب فوق. خلاص تمام. يبقى اخترت المكان ده مناسب بالنسبة لي اعمل فيه العين بتاعت مولي. طيب انا عايزاكم بالراحه كده، بالراحه خالص. انا هوريكم على الرسمه الخطوات اللي هنشتغل عليها. انا عامله لكم رسمه وهنزلها في الجروب بتاعنا ماجيك هاند كرافت للاشغال اليدويه، وهنشوف بالراحه ازاي نشتغل العين بتاعت مولي او اي عروسه اصغر، يا اما العين بتاعت مولي يا اما عروسه اصغر. انا عايزاكم كده تركزوا معايا كويس قوي. انا عامله لكم الشكل ده اهو، بصوا لي كده بالراحه خالص. انا هنزله لكم في الجروب خطوه خطوه، عايزاكم تركزوا معايا. بصوا كده، بصوا حبايبي، دي
دي النقطة النص اللي احنا عملناها اهي، دي نقطة النص اللي احنا عملناها. هسيب هنا في النص كده 3 غرز، 3 غرز، واحط دبوس على يميني ودبوس على شمالي. يبقى اول خطوة بالراحة كده، هسيب من هنا، هشيل ده بقى كده اهو، ارفعه بس لفوق، هاخد دبوسين كمان، ادي دبوس اهو، هسيب واحدة على اليمين كمان واروح حاطة في اللي وراها، وهاخد دبوس تاني، اسيب واحدة على الشمال واحط كمان واحدة وراها. يعني ادي خلصت بتاعة اليمين اهو، سبت اهو، هقرب لكم اكتر، انا هنا في النص هسيب واحدة واحط في اللي وراها، وهنا هسيب واحدة واحط في اللي وراها. ايه اللي انا بعمله ده؟ هتقولي لي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ حبايبي انا هنا بحدد المسافة بين الاتنين عين. ركزوا معايا في النقطة دي كويس جدا يا حبايبي، مهمة قوي. انا بشوف بنات كتير جدا بيعملوا العيون بعيدة عن بعض. سامحوني بقى عشان النقطة دي بتدي إحساس وحش قوي للعروسة، بتديكي إحساس إن العين فيها حولة. يعني كل ما العينين المسافة اللي بين العيون بعدت، كل ما اديتك احساس ان العروسة مش مظبوطة، ان العينين تطريزها مش مظبوط. يبقى اول نقطة هنهتم بيها المسافة بين العين. طب حد يقول لي ايه ده؟ طب انت بتتكلمي على عروسة مولي، اي عروسة تانية؟ بصوا حبايبي، اي عروسة تانية غير مولي بمسافات اصغر يبقى الغرز من 3 ل 5، المسافة اللي في النص بين العين من 3 ل 5 ما تتعداش المساحة دي. ده الكلام ده امتى؟ لو العين اللي احنا هنطرزها كبيرة زي ما هنعمل العين بتاعتنا حالا. في موديلات بتبقى العين بتاعتها صغيره قوي، انا مش بتكلم على العيون دي، انا بتكلم على العيون اللي احنا هنشتغل بيها، اللي هي بنسميها عيون المها، اللي هي العيون الكبيره، مش العيون الصغيره اللي هي هتملى الوش بتاع العروسه بتاعتنا وتبين جمالها. يبقى انا اول حاجه سبت 3 غرز، تمام. طيب ايه الخطوه اللي هنمشيها بعد كده؟ بصوا لي بقى وركزوا معايا، انا كده خلاص حددت المسافه اللي بين الاتنين عين. انا واقفه بالدبوس ناحيه اليمين هنا اهو. بص يا حبايبي بالراحه خالص بمنتهى البساطه، اول خطوه هعملها ان انا هحدد العين. بعمل خطوه كده بالورب، يعني اخد الغرزه اللي انا واقفه فيها دي هطلع فيها بالورب بالخيط الاسود، وامشي 5 غرز، 5 غرز. يبقى طلعت واحده بالورب، وبعد كده اعد 5 غرز، وبعد كده بنزل مربعين بالورب. ممكن يا حبايبي النقطه دي بقى هيبقى فيها اختلاف، المربعين دول اعد 1 2 وانزل، يا اما 1 2 وانزل. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين ان لو العروسه بتاعتنا زي مولي، العين دي كده تكفيها، الوسع بتاع العين هنا ده كفايه قوي لان غرزتنا كبيره. انما لو العروسه دي صغيره زي مثلا عروسه جاسمين اللي انا عملتها او العروسه اللي شغاله فيها حاليا، العين بتاعتها لازم انزل اكتر، اوسعها اكتر. فبعد، بصولي كده بالظبط، 1 2 اهم، وانزلهم تاني 1 2 اهم، وهحط نقطتي هنا لو عروسه صغيره. لو عروسه كبيره زي مولي كفايه قوي ان انا اعد مربعين بالجنب وانزل في الحته دي. الكلام ده كله انا مش عايزاكم تتلخبطوا، انا بس بوضح لكم الفكره واحنا هنشتغل حالا، تمام. وبعد كده هنزل 2 زيهم بالورب، وبعدين حته صغننه جدا جدا اللي هي غرزه واحده. كل ده هو اهم حاجه، اللي هو تحديد العين بتاعت مولي. بصوا حبايبي، تحديد العين بتاعت مولي ده بيمشي على اي عروسه. انا عايزه اقول لكم نقطه مهمه، كل واحد وليه طريقته في تطريز العرايس للعيون بالذات. ايه تفرق بين واحده والتانيه في التطريز؟ في ناس بتحب تبتدي من النني بتاع العروسه، وفي ناس تحب تبتدي بالتحديد بتاع الجفن والتكحيل بتاع العروسه زي ما احنا هعمل دلوقتي. انا بحس الطريقه دي منظمه اكتر، لكن ده مش معنى كده ان الطريقه او الناس اللي بتستخدم الطريقه المخالفه بيبقى غلط. كل واحده يا جماعه وليها طريقتها اللي بترتاح فيها. انا بقول لكم الطريقه دي لان انا حساها اسهل من الطريقه التانيه في وجهه نظري، ولاي حد مبتدئ يقدر يحدد بيها شغله كويس قوي. هنا المرحله دي حبايبي انا اقدر اشتغل بالنسبه لتحديد العين تحديدا، اقدر اشتغل على مفرد او مجوز. انا هتسامحوني ان انا هشتغل على المجوز عشان بس تبان قدامكم، لكن انت ممكن تشتغلي على الخيط مفرد، تمام. انا هشتغل معاكم بالابره الكبيره. انا كده من هنا من النقطه دي ما بقاش يهمني خالص الدبابيس دي، هركنها على جنب، انا خلاص عرفت الحدود بتاعتي.
انا عايزه انزل فين يا حبايبي؟ انا عايزه انزل هنا دلوقتي في المرحله دي. هنا هعمل ايه؟ هبتدي اخش من اي حته في ظهر الراس من ورا، وابتدي اظبط حالي ان انا عايزه اخش بميل كده في النقطه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي بدايه العين اليمين اهو. ولازم يا حبايبي انا انزل في نفس الخرم. بصوا لي اهو، تمام اهو اهي. انا افتكرت ان انا شلت الدبوس اهو، انا ما شلتهوش خالص اهو. الدبوس ده ما يلزمنيش، ودول كمان ما يلزمونيش. خلاص بالراحه كده. انا دخلت الابره اطلعها واشد على قد ما اقدر. قدرت ادخل العقده دي جوه الراس يبقى شطاره مني. ما قدرتش، مفيش داعي خالص اتعافى حبايبي ان انا ادخلها. عشان انا بقى بصوا كده، عشان كده كده الراس بتاعتي هتختفي الحاجات دي كلها مع الشعر والبنيه. خلاص انا وصلت فين؟ هنا. دي انهي عين تحديدا معاكم بالراحه اهو. انا في الغرزه دي واقفه هنا، هطلع اعد واحد فوق واروح داخله يميني. بصوا لي تاني، انا واحده اهي في نفس الغرزه، انا هخش فيها بالورب اهي. خلاص طيب انا هعدي هنا كام غرزه؟ انتبهولي عشان النقطه دي مهمه جدا. هعدي 5 غرز ب6 خرام. يعني ايه؟ انا هعد غرزه 2 3 4 5، وهنزل بعد ال5، هيبقى عندي هنا 6 خرام من اول الابره لغايه الدبوس. 1 2 3 4 5 6. لا نعدهم تاني، 1 2 3 4 5 6 اهم. بكام غرزه؟ بواحد اتنين، بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده مظبوط. يبقى انا هاخد هنا 5 غرز بالعرض، بس خلي بالي 5 غرز ب6 خرام. يعني انا هنزل في الخرم السادس اهو اهو. عدوا كده معايا هتلاقوني نازله في الخرم السادس. خلاص وهطلع اشيل بقى الدبوس ده وهطلع. هرجع تاني حبايبي اعدي فوقيهم مره تانية عشان ارجع اغطي المساحه الفوقانيه. انا عايزه عديت انا من تحت لكن لسه ما عدتش من فوق. انا كل ده بعمل ايه؟ انا بحدد العين. وزي ما اتفقنا ان كل واحد له طريقته في تطريز العين. في ناس تحب تشتغل العين من نني العين جوه، انا بحب احدد الاول. دي يا جماعه ما فيش حاجه فيها اسمها طريقه صح ولا غلط، دي في طريقه مريحه، كل واحد بيرتاح في طريقه معينه. انا كده بصوا لي تاني، انا اشتغلت واحده بالورب ومشيت هنا 5 غرز ب6 خرام، نزلت في الخرم السادس. هعد حبايبي بالراحه كده معايا. النقطه دي هي اللي بتفرق معايا من عروسه صغيره لكبيره. انا بفوت هنا غرزتين، 1 2، وبنزل بعد التانية من تحت. ده لو انا هشتغل عين زي عين مولي كبيره. انما ممكن اوسع اكتر وانزل كمان غرزه هنا، اخلي بقى العين واسعه اكتر. لكن ده يفضل عندي امتى؟ لما اجي اعمل عروسه صغيره زي جاسمين، بتبقى الغرز نفسها صغيره مش عطياني مساحه كافيه للعين. يبقى انا هعد 1 2 اهو، خرمين، ادي الخرم الاول والخرم التاني وانزل خرم. خلاص طيب هطلع منين؟ هطلع بصوا كده، ركزوا معايا ركزوا معايا. دي فين؟ اهي. هعد 1 2 3، هطلع هنا. خلاص قصادها بالظبط اهو. هطلع بالراحه خالص. هطلع فين؟ عند الدبوس اهو. بالراحه خالص واعدل. انا زي ما اتفقنا انا شغاله حبايبي بخيط مجوز عشان يسرع لي موضوع التظليل بسرعه. هرجع نفس المساحه بتاعتي دي اهي، هظللها تاني اهو. برجع نفس النقطه اللي انا طلعت منها، وهمشي هنا يا حبايبي بالورب بالجنب كده غرزه واحده. يبقى هنراجع مع بعض تاني. انا هشتغل كمان الغرزه دي وهطلع على العين التانية ونشرح مع بعض. العين التانية احنا اتفقنا ببتدي العين التانية بعد كام خرم يا حبايبي؟ اهو. انا واقفه في الخرم ده، هسيب 1 2 3 واطلع في الخرم كام؟ الرابع
انا سايبه كام غرزه؟ سايبه 3 غرز في النص بين الاتنين عين. خلاص هراجع معاكم تاني. اول مره انا اشتغلت هنا بالورب واحده، وبعدين عديت 5 غرز ب6 خرام، نزلت من اول هنا الخرم الاولاني نزلت في السادس، ورجعت تقلت عليه من فوق، وبعد كده خدت هنا 2 بالورب، 1 2، ونزلت بغرزه واحده بس بالورب. ادي غرزه، وادي التانية، ونزلت الواحده تحت، وبعد كده خدت 2 زيهم تاني بس على شكل مربع بورب اكتر، بقى شبه حرف ال7 اهو. اهو شبه ال7 بالانجلش، او شبه ال6 بالعربي، بس ليها كيرف كده. وبعدين عملت غرزه تانية واحده على جنب، وهطلع على العين التانية، هعملها بالظبط زي ما عملت دي وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد يا دوبك ما عملت العين التانية زي ما عملنا العين الاولانيه بالظبط من غير اي اختلاف. اهو العينين الاتنين. حد هيقول لي يا حبايبي ايه الزوايا دي؟ ايه ده؟ ايه في عين بتبقى بزاويه كده؟ كل ده هنظبطه، هتشوفوه واحده واحده، مش عايزاكم تستعجلوا. تاني حاجه، تاني خطوه، انا عملت اول خطوه بالراحه كده، حددت العين باللون الاسود. تاني حاجه باخد اللون بتاع نين العين، انا ممكن ادخل بالابره الكبيره دي، وبعد كده هنحول بالابره الصغيره. هخش فين؟ بالراحه كده. شايفين الجزء ده، الحته دي؟ انا هنزل هنا وهعد 1 2 3 4. هشتغل في حدود ال4 تخرام دول من تحت ومن فوق. هنخش تاني كده من ورا بالطريقة المعتادة بتاعتنا بالراحة خالص. اهو هطلع عند اول الجزء الاسود اللي تحت قدامه بالظبط، وهطلع حاول ادخلها. طبعا كل ده زياده هيتقص. عايزه الطرازي بالكبيره اوكي، عايزه الطرازي بالصغيره. انا بالنسبه لي هطرز في المرحله دي بالابره الاصغر شويه عشان اعرف اتمكن منها. تمام. ده هيبقى بالنسبه لي انا افضل، عشان مش عايزه يبقى في مشكله، واعرف احدد انا شغاله ازاي. بصوا لي كده حبايبي بالراحه خالص، بالراحه خالص. انا هخش في اللي قصادها من تحت الجفن هنا اهو، وهعد ال4 غرز، 1 2 3 4، ال4 تخرم بتوعي. ادي 1 2 3 4، يبقى المفروض هطلع من اول الجفن هنا اهو. عايزه تعمليها اقل 3 مفيش مشكله، براحتك حسب ما انت عايزه الوسع بتاع نني العين. في الجزئيه دي ملهاش قاعده، انا كل اللي يهمني ان نني العين الملون يبقى متوسط جوه العين. خلاص اهو. لو جينا نعمله كده، لا انا حاساه يبعد اكتر شويه صغننين اهو، هيبقى كده افضل. اهو هعمل ايه؟ هشتغل مربع، شكل المربع اهو، 3 اضلاع المربع. بحدد بس، انا ما بعملش اي حاجه دلوقتي باللون بتاع نني العين بتاعي اهو. هطلع كده. بصوا حبايبي انا في المرحله دي هبتدي احشي، وهطلع شايفين الشكل؟ هتقولوا لي كبير قوي، مش كبير قوي ولا حاجه، هتشوفوه دلوقتي مش كبير قوي ولا حاجه. كل الحكايه انا هبتدي امسك الخيط بتاعي وابتدي بالابره، وابتدي اعدي فوق الفتله دي، فوق الفتله دي كده. يعني ايه؟ مش من هنا، من تحتيها كده، وابتدي املى بغرزه الحشو العاديه خالص، خطوط جنب بعضها عشان خاطر احشي الفراغ بتاعي. بصوا لي هنا حبايبي، النقطه هنا اللي هتكلم عليها يهمني جدا ان الخيط يبقى قريب من بعضه عشان يملى الفراغات وما يبانليش اي حاجه من اللون بتاع البياض اللي تحت ده.
خلاص انا هبتدي اشتغل الغرز كلها بالمنظر ده. دي غرزة حشو عادية، عشان كده انا بقول لكم لازم هنا الابرة تكون ابرة رفيعة عشان خاطر تعرف تمر معايا وتبقى قصيرة. خلاص اهو انا ببتدي احشي زي ما انتوا شايفين اهو. هقرب لكم اكتر. كل الحكاية برصص بس الخيط جنب بعض، والموضوع ما فيهوش اي مهارة. انا بعدي باخد الفتلة اللي انا واخداها بالعرض دي اخدها تحتيه. تمام. وبفتح الجفن كده شويه بايدي بصبعي عشان اخد من تحتيه هو كمان. انا مش عايزه حبايبي يبان البياض خالص تحت النني اللي لونه زيتوني ده. انا مش عايزه يبان اي بياض. خلاص اهو. اهو انا هستمر كده في الطريقه دي. انتوا سامحوني طبعا انا مش عارفه خالص اشتغل بالوضعيه دي عشان الحجم بتاع العروسه اهو. وهكذا اكمل كل المسطح بتاعي، والجزء اللي انا الاقيه البياض باين ارجع اعيد عليه مرة تانية. امشي بالراحة يا حبايبي، ما تستعجلوش، ما تستعجلوش خالص. ما فيش اي داعي ان انا استعجل في تطريز العين. امشي على مهلي خالص عشان خاطر ما يطلعش فيها عيوب. اهو هوريكم الجزء اللي اشتغلناه لغاية دلوقتي اهو. حاملة المربع ده كله بنفس الطريقة. يبقى انا حامله المربع بتاعي باللون الزيتوني. لاحظوا حبايبي انا كل خطوه هعملها في العين دي اروح اعمل اختها في العين التانية. الله هتقولي لي ازاي؟ طب وكده اتلخبط؟ لا ما فيهاش لخبطه. انت هتتلخبطي فعلا لو فوتي خطوه عملتيها في عين وما عملتيهاش في التانية، لان كل مرحله في العين بتغير لي ملامح العين. ممكن انا مبقاش عارفه انا دخلت فين وطلعت منين. انما لو انا ماشيه كده ستيب باي ستيب مع بعض كده افضل طريقة بالنسبة لي لتطريز العين. خلاص احاول يا حبايبي امشي في الجزء الخارجي بتاع الكروشيه، ما اخشش قوي في الفايبر عشان دخولي في الفايبر هيصعب لي مرور الابرة. تمام. واحنا طبعا هنستخدم الزرادية بس مش عايزين نستخدمها كتير قوي عشان ما تتعبش ايدينا. اهو اهو. يا رب كده تكون الجزئية دي واضحة. تمام. انا حبايبي هعملها اكملها كلها وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. انا مشيت معاكم خطوه بخطوه اهو. يبقى اول حاجه حددت العين بالاسود، التحديد خدته بالعدد اللي احنا اتفقنا عليه. حبايبي مرة كمان العدد ده مش قاعدة، العدد ده أنا عملته عن تجربة. جربت أكتر من عدد ولقيت العدد ده مظبط معايا العين بتاعة العروسة جدا، وهتشوفوها دلوقتي وهتعرفوا قصدي من الموضوع ده كويس قوي. خلاص تمام. أنا هكمل العين دي والعين دي بنفس الطريقة بالظبط، وهرجع لكم تاني عشان نعمل مع بعض الخطوة الجاية. حبايبي انا رجعت لكم تاني يا دوبك، بس انا خلصت بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلنا بيها. يا دوبك حشيت النني بتاع العين. حد هيقول لي ايه ده شكله عامل زي المربع ولا المستطيل؟ عايزاكم تصبروا وهتشوفوا على اخر التطريز شكل العين هيطلع تحفة. بالراحة وبهدوء. انا الخطوات اللي فيها زوايا دي حبايبي كلها بيحصل لها تصحيح بعد كده لشكل العين، هنتفرج عليه خطوة خطوة مع بعض. انا بس بديكوا الخطوات اللي هي مباشرة من غرزة لغرزة من غير ما اعمل دورانات حاليا، هي دي اللي هتسهل لنا التطريز. خلاص يبقى خلصنا الخطوة دي. باخد الخيط بتاعي وبتنقل للعين التانية، هعمل نفس الفكرة دي بالظبط وهرجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم مرة تانية. بصوا لي كده انا خلصت العين الاتنين اهو. الشكل اهو
تمام. انا يا دوبك حددت وعملت النني، اللون الاساسي اللي هو اللون الزيتوني. بحاول طبعا العين الاتنين يبقوا قد بعض على قد ما اقدر عشان الدنيا تطلع مظبوطه. تمام. وقصيت الخيط اللي هو اللون الزيتوني، مش هيلزمني لاني مش هستخدمه مره تانية. خلاص. تاني خطوه هعملها وهي ان انا هعمل البياض بتاع العين. هعمله بالخيط الابيض. انا هحاول اشتغل معاكم على فرد عشان خاطر الشغل يطلع دقيق ونظيف. انا هلضم الابره الكبيره وبعدين هرجع تاني استخدم الابره الصغيره، عشان الابره الصغيره بتسهل لي التطريز جدا. تمام. انا هشتغل دلوقتي البياض بتاع العين بالخيط الابيض. زي ما اتفقنا استخدمي اي لون خيط يعجبك. سوري، اي نوع خيط يعجبك، مش لون، اللون لازم يكون ابيض. انا هخش فين؟ بصولي كده، المساحه اللي انا حاملاها البياض هنا وهنا. هبتدي منين؟ هبتدي من تحت بالراحه خالص، بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها قبل كده، ان انا يا دوبك هدخل الابره في المكان اللي انا عايزاه. انا اهو دخلت هنا في الزاويه بتاعه العين، وهبتدي اشد وهغير الابره بتاعتي حالا، لان يا جماعه الابره الصغيره في التطريز بتاع العين مريحه اكتر. انا بس بستخدم الابره الكبيره في المسافات. وطبعا ليه؟ لان كل حاجه اقصر حبايبي بتديني تحكم اكتر. تمام كده. اديني لضمت اهو الخيط الابيض تاني مره تانية في الابره الصغيره، وهتشوفوا بمنتهى البساطه. بصوا لي كده، انا واقفه فين؟ هنا اهو. هزيح الاسود كده وهنزل في الزاويه. دايما اشيل الاسود واخد من تحته. انا يا حبايبي ليه بعمل كده؟ عشان انا مش عايزه الاسود يضيع مني. انا هعيد تحديده مره تانية، الاسود هعيد تحديده مره تانية، لكن مش عايزاه يختفي مني طول ما انا بشتغل فوقيه. فانا لازم اشتغل من تحته اهو. اظبط الخيط الفتله جنب الفتله اهو، واروح نازله ابعد الاسود اهو، وانزل تحتيه وابتدي اخد لتحت. انا عايزاكم تركزوا معايا. الموضوع بسيط جدا لكن محتاج نظام. لازم نكون منظمين في التطريز بتاعي اهو. لازم ابقى امشي اتجاه واحد، ما اقعدش اشتغل حته بالطول وحته بالعرض. ده حبايبي هيسوق شكل العروسه جدا. وهنشوف الكلام ده كله هنعمله ازاي دلوقتي اهو. همشي معاكم خطوات البياض بتاع العين كله اهو. اشيل الاسود، يا رب بس يكون الشغل واضح. انا مقربه لكم والله على قد ما اقدر. بطلع فين؟ فوق الحته الاسود اللي من تحت اهو. لازم احسن المكان اللي انا بطلع فيه اهو. انتوا مش عارفين، انا عشان ابين لكم التطريز ده انا مش شايفاه اصلا وانا بطرزه، عشان تبقوا عارفين يعني اهو. اهو معلش بس استوضح انا فين. على فكرة الإبرة دي إن شاء الله بأغلب التطريز لو استخدمنا الطول ده في الإبرة مش هنستخدم الزرادية أصلا. ونحاول زي ما قلنا استخدم الخيط على فرد عشان يديني ما يكلكعليش تخانة، ما يديش يعني ما يدينيش تخانة للعين على قد ما أقدر. وهو بياخد وقت شوية لكن بيطلع منظم أكتر. أحاول أسلك الخيط بتاعي اهو، يا رب بس ما تلاقونش بطلع بره الكادر اهو. شايفين يا حبايبي اهو. الجزء اللي بلاقيه فاضي برجع املاه تاني مره. تحديد العين يا حبايبي ما يهمكوش خالص، انا هرجع اعمله تاني كله دلوقتي هتشوفوه. بس خلينا ماشيين كده خطوه خطوه. مش عايزاكم تقلقوا، انا لو الفيديو ما قضاش الوقت هعمل لكم فيديو تاني والاتنين هينزلوا مع بعض. فمش عايزاكم تقلقوا من الوقت، انا عايزاكم بس تاخدوا كفايتكم ان انتوا تشوفوا الشغل كله ماشي ازاي بالراحه
اهو. حبايبي البياض بيظهر قوي العين، يعني بيظهر العين وبيبين اللون بتاع النني اللي انا اخترته وبيديه جمال. فعايزاكم تهتموا بيه على قد ما تقدروا عشان يطلع شكل العروسة حلو. اهو انا بس عايزه اوريكم الشكل ماشي ازاي. تمام. اي فجوات واي حاجه من الكلام ده كله حسيتها انها فاضيه هرجع املاها، بس ان شاء الله يطلع معانا الدنيا منتظمه، ما تحتاجش اي حاجه من الكلام ده. بالراحه. احنا كده كل ده في العين اليمين وفي الجزء اليمين بتاعها. اليمين بالنسبه لنا طبعا يا جماعه دي شمال العروسه. خلاص اهو. بصوا لي بقى هنا الحته دي، ما ابتدي ما اخشش على النني بتاع العين، ابتدي بقى اشتغل هنا كده وازيح النني واشتغل من تحته. يعني النني الاخضر ده ما اشتغلش فوقيه، اشتغل من تحته عشان الجزء ده ورب، فلازم يتملي من غير ما يأثر على اللون بتاع العين. سامحوني انا بحاول اشرح لكم على قد ما اقدر عشان توصل لكم فكرة العين بشكل كويس جدا. اهو انا بزيح الاخضر كله بايدي وانزل تحتيه. مهم قوي النقطة دي، هوريها لكم حالا. بصوا اهو انا بزيح الاخضر كده وبنزل من تحته. قربنا نخلص الجزء ده خالص، تقريبا فاضل لنا واحدة بس. هاخدها اهي وهروح واخدة الناحية التانية. الناحية التانية حبايبي للعين ابتديها عند الجفن بالظبط اهي، عند الزاوية التانية من سوري من النني من تحت اهو. اهو عايزاكم بس تشوفوني انا عملت ايه. خلاص هبتدي اخد. بصوا لي بقى الجزء بتاع العين من هنا ده لازم اخده من بره الاول كده. هاخده من عند الجفن هنا اهو بدايته، وهنزل بس هشتغل ناحية جوه، يعني الخيط بالنسبة لي يبقى كده تحت الإبرة. تاني هشرحها تاني. الجزء بتاع الداخلي من العين اللي هو في الجزء بين عند الأنف هنا لازم أحدده من بره الأول عشان ما يتوهش مني أهو. خلاص وابتدي أكمل. برضو أحاول أبعد التحديد الأسود على قد ما أقدر. خلي بالي أنا هنا المنطقة اللي هنزل فيها من تحت تقريبا نقطة واحدة هي اللي هفضل رايحة جاية فيها عشان أعمل الجزئية دي من النني بتاع العين. ركزوا معايا يا حبايبي عشان الحتة دي مهمة. معلش أنا مطولة بس الخيط عشان الناحية التانية أهو. أبعد الجفن على قد ما أقدر وانزل في نفس النقطة اهو. الخيط ابتدى يجوز معايا، افتحه ابتدي اكمل. حبايبي انا بحاول اخد معاكم خطوة بخطوة، عايزة اكمل لكم النقطتين دول عشان مهمين جدا. حبايبي من النقطة المهمة، انتوا لو تلاحظوا شايفين انا ماسكة العروسة ازاي. انا ماسكة العروسة من راسها تقريبا، والعروسة واقفة معايا زي الفل ما شاء الله. ليه بقى؟ لان انا حاطة الملي سلك هنا جامد. السلك الجامد ده بيفرق معايا جدا لما اجي اطرز العين. لو انا مستخدمه سلك طري حبايبي هتلاقي ملي طريت قوي وانا بطرز العين منها، يعني الاستهلاك الكتير في مسكها بيطري لي الدنيا اكتر. احنا تقريبا قربنا نخلص.
بالظبط فاضل لنا 2 تطريز واخلص الجزء ده عشان ابتدي اعمل اخر جزء في البياض. بصوا لي يا حبايبي، ده اخر جزء هعمله في الابيض اهو. هنزل برضو هنا وهرجع فين؟ هرجع تحت اللون النني اهو. اوكي يا حبايبي، شايفين الشكل؟ هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل الجزئيه اللي تحت ديت حالا اهو. حبايبي احنا واقفين هنا، انا كل الحكايه المساحه دي هرجع املاها اللي هي تحت النني على قد عدد المربعات بتاعت النني بالظبط اهو. هعمل لها ابيض عشان ابقى انا حوضت العين خالص بالابيض. على فكرة الخيط الابيض من الخيوط اللي لسه هتقعد معانا عشان هنعمل بيه نقطتين الاضاءة. مش عايزاكم تستعجلوا حتى بعد ما تخلصوا العين دي، مش عايزاكم تستعجلوا في ان انتوا تقطعوا الخيط. نخلص الناحية التانية ومش عايزين نقطع الخيط. اعمل 3 أو 4 مرات بالمنظر ده اهو. هطلع على الناحية التانية. بصوا لي كده، انا كده خلصت تحديد العين وعملت اللون النني وعملت البياض اللي حوالين العين. حبايبي انا هعمل نفس ده بالظبط اللي انا عملته معاكم، هعمله هنا عشان وقت الفيديو، عشان هنا فاضل لنا خطوتين 2 هنعملهم مع بعض بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. ركزوا معايا يا حبايبي، هسيبكم دقيقه بالظبط وارجع لكم تاني اكون خلصت الجزئيه دي. حبايبي انا رجعت لكم تاني اهو. انا عملت العينين اهمت، انا لسه شغاله، خلصت اللون الابيض خالص. انا هبتدي اعمل تحديد للعين مره تانية، بس هعمل النني الاسود اللي في النص. حبايبي انا رجعت لكم تاني نكمل العروسه بتاعتنا وهنعمل النني بتاع العين. بصوا حبايبي المرحله دي هنعمل نني العين، انا هعمله لكم بطريقتين، خليكم مركزين معايا. انا خدت فتله واحده من الفتلتين وهرجع بيها. بصوا انا ممكن هنا اتحرك شويه عشان اسهل على نفسي الموضوع، عشان اوريكم بالظبط احنا هندخل فين في العين. موضوع سهل قوي على فكره نني العين ده، ومش هياخد وقت خالص مننا. ركزوا بس معايا، بصوا لي كده، انا هوسطن النني اهو، هاخده من تحت بالراحه خالص. بس الاول هغير الابره بتاعتي عشان انتوا عارفين زي ما احنا اتفقنا قلنا ان الابره الاقصر بتديني تحكم اكتر في الغرز. بصوا حبايبي النني ممكن اعمله بالطول وممكن اعمله بالعرض، يعني امشي تطريز طولي وممكن امشي عرضي. انا هعمله بالعرض لسبب ان هو اسهل، وتاني حاجه هقول لكم الفكره ان انا هتحكم في حجمه اكتر. بصوا لي كده، بصوا اهو انا واقفه هنا، همشي بالعرض بخفه خالص، هنزل تحت انا شغاله على فرد طبعا وبالراحه خالص اهو. دي البدايه بتاعت النني. حد هيقول لي ايه ده النني هيطلع مربع؟ انت كمان هتعملي مربع؟ هيحصل تظبيط حالا للموضوع ده، بس امشوا معايا كده خطوه بخطوه اهو. اهو يا رب يكون واضح اهو. هفضل شغاله كده لغايه ما اوصل لغايه الجفن فوق.
حبايبي انا هعمل النني واخد المساحه لغايه الجفن. يعني ايه؟ يعني انا مش هخلي هنا فيه لون للعين باين في الجزء اللي هو بين النني والعين. انا مش هخلي اللون الاخضر ده باين خالص. هظبط اللي فلتت مني دي عشان النزله بتاعتها ما كانتش مظبوطه. شوف احنا هنعمل ايه حالا. بصوا لي بقى حبايبي، مهم قوي 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 اللي انا هعمله حالا. بصوا لي كده، انا كل التطريز النني خدته بالايه؟ بالعرض. بصوا لي كده، انا عايزه اظبط الدوران، اعمل النني ده مدور. هعمل ايه؟ هاخد الخيطه كده وهلفها داير ما يدور النني كده، وهنزل هنا. هنزل فين؟ الناحيه التانية. هتقولي لي ايه ده وكل ده هتسيبيه فين؟ هنظبطه حالا. اهو بصوا، هطلع هنا بالراحه بقى عشان النقطه دي. انا هخش هنا وهطلع عند الزاويه. الزاويه دي بسم الله الرحمن الرحيم. اهي، شايفين انا طلعت فين؟ انا مشيت بالورق بالراحه خالص خالص اهو. شايفين؟ انا واقفه هنا اهو، اشد بحيث ان ده يبقى ايه؟ زي الدايره بالراحه كده، يكون لافف حوالين النني. يا رب تكونوا شايفيني اهو. اقفله دايره حوالين النني وانا معديه من تحت الفتله اللي انا شغاله فيها اهو. تمام. هعد من تحتيها واروح رايحه للناحيه التانية، واروح برضو معديه من تحتيها اهي. بحجزها، انا بحجز الفتله بتاعتي اللي هتعمل لي دوران العين اهو. واطلع هنا تاني عشان هحاول اعملها ببساطه خالص مره كمان اهو. وامسك بايدي كده كويس قوي اهو يا حبايبي اهو. اهي همشي الف كده وهنزل الناحيه دي هعدي انزل تحت في الزاويه واشد بالراحه خالص اهو. بصوا النني بقى قلب مدور. اروح رايحه الناحيه التانية واعدي تحت الفتله اللي انا لسه لفاها حالا اهي اهو. يا رب يكون الشكل واضح بتاع نني العين اهو. هتشوفوا دلوقتي. انا نني العين بظبطه وبعمل له التعديلات بتاعته. انا هنا ممكن اغير الابره عشان خاطر انا هصفي الخيط ده من ورا. بصوا حبايبي، انا اقدر هنا ان انا اصفي اظبط النني بتاعي كويس جدا جدا من غير ما اعمل الجفن. ما عيدش عليه دلوقتي، لازم اخلص النني بتاع العين الاسود اهو. انا هنا هرجع ابتدي افنش الخيط بتاعي في اي حته في الظهر بتاع الشعر او الراس من ورا اهو حبايبي، واقص. عايزاكم بقى تركزوا معايا كويس قوي في الخطوه اللي هعملها دلوقتي حالا.
واحده بقى من حبايبي كده تقول لي ايه، النني ده تطريزه صعب، انا كل ده هقعد اعمل طبقات فوق طبقات فوق طبقات. هقول لك دلوقتي طريقه سهله موت. هنسيب عروستنا مولي كده. انا عامله لكم هنا نموذج للعين، نموذج للعين من الطرازه. فاكرين الوان التطريز اللي على سوري الرسم على القماش؟ احنا اتكلمنا عنها قبل كده وبقول لكم عليها تاني. الوان فبر كاسل بتيجي في مجموعه في 5 الوان من المكتبات الكبيره، سعرها حوالي 105. ال5 الوان دول انا عايزه منهم اللون الاسود. خلاص بصوا لي وهقرب لكم خالص الدنيا. شايفين العين؟ انا هرسم النني ده بالقلم بمنتهى السهوله اهو. بس بصوا حبايبي، انا بحاول اشرب النني كويس قوي، اللون بتاع النني للعين، للخيط اللي تحتيه. انا باخده من تحت لفوق، ما لفش، ما اعملش دوران، انا ماشيه مع النسيج بتاع الخيط، ما اعملش دوران. بصوا لي كده، في ثانيه عملت السواد بتاع العين اهو. وكل الحكايه ان انا بسيبه ينشف، ينشف تماما، وبعدين ابتدي اعمل نقطتين الاضاءه. بصوا كده السواد بتاعه حلو قوي، بس ما اجيش جنبه دلوقتي لانه ده عامل زي لون يا جماعه، اكنه لون ليكويد سايل، ما اقدرش اجي جنبه الا هيطبع في ايدي. لو انا ضغطت عليه دلوقتي هيطبع في ايدي. فبعمل اللون ده كده بمنتهى السهوله. بس واحده تيجي تقول لي الله، طب ما انت ما رسمتيش العين كلها بالالوان دي ليه؟ هقول لك ما ينفعش. ليه بقى حبايبي؟ الكروشيه غرزه بارزه ونازله، القلم ده عايز منطقه فلات، يعني منطقه ناعمه يشتغل عليها. لو انا اشتغلت على الشغل ده كده هتلاقوه باظ مني، مش هعرف احدد، هيديني زي السلم ماشي، لان الخيط بيمتص اللون. فبالتالي انا عشان انا مطرزه تحت اللون الاخضر بتاع العين، كان سهل بالنسبه لي امشي على نسيج التطريز لان الخيط سطحهولي. خلاص كده انتبه حبايبي للنقط دي. بعد ما بخلص دي بحط نقطتين الاضاءه زي اللي هنعملهم في الناحيه التانيه في مولي بالظبط. خلاص يبقى انا كده خلصت النني بتاع العين، عملته لكم بطريقتين، طريقه التطريز وطريقه الرسم بالالوان. واهم حاجه زي ما اتفقنا اللون برسمه وبسيبه ينشف تماما، وبعد كده ابتدي احط نقطتين الاضاءه. وعلى فكره بيطلع برضو تاثيره حلو مش وحش. واهم حاجه ان انا بحاول اسهل على نفسي باكتر من طريقه. الخطوه الجايه حبايبي انا هعمل النني التاني بتاع مولي، وبعدين ارجع لكم مره تانية عشان نشوف هنعمل ايه في الجزئيه بتاعه تحديد العين. هرجع احدده تاني، وهنرجع نعمل نقطتين تانيين، نقطه الاضاءه، وهعمل لكم نقطه تانية لطيفه جدا بس اخلص الناحيه التانية وارجع لكم مره تانية. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما عملت العين التانية، عملت النني بتاع العين التانية بالخيط زي ما اتفقنا وعملناه مع بعض. انا دلوقتي رجعت لضمت الخيط الابيض تاني، وهنزل هنا عشان هعمل لكم النقطتين الاضاءه. بصوا حبايبي انا عايزاكم تركزوا معايا، نقطتين الاضاءه تعملوهم شكلهم ايه دي حاجه ترجع لكم، لكن فين بقى هي دي النقطه. انا بشوف ناس بيعملوا نقطتين اضاءه شكلهم غريب جدا. حبايبي دول اسمهم نقطتين اضاءه. يعني ايه نقطتين اضاءه؟ دول النقطتين اللمعه بتاع العين اللي بتيجي من انعكاس الضوء. ما ينفعش خالص تعملي لي عين الاضاءه بتاعتها هنا والعين التانية هنا، الاضاءه بتبقى جايه من زاويه واحده، فبالتالي لو عملتيهم يا تعمليهم يمين يا تعمليهم شمال. ما ينفعش يا حبايبي الاتنين يبقوا نفس الاتجاه. ده يعني حاجه كده يعني المفروض اساسيه لازم نتكلم عنها. ممكن بقى تكتفي بنقطه واحده اضاءه، ممكن تكتفي بنقطتين زي ما انت حابه. انا بحب اعمل الاضاءه نقطتين، انا بحسها تبقى احسن. انا ممكن اعمل بالابره الكبيره هنا عشان الوقت بس معانا. مفهومش حاجه خالص يا حبايبي. انا بخش من الجنب بتاع النني اهو زي ما احنا شايفين كده، بعمل نقطه صغيره وبعملها دبل. لو انا الخيط في ايدي دبل تكفي مره واحده، انا عشان انا الخيط في ايدي مفرد اهو. ادي واحده وادي التانية. طبعا هي التقنيات الموضوع ده بتوع الرسم هم يفهموا الموضوع ده يا جماعة اكتر مننا، شغل الظلال هم اللي يفهموه اكتر مننا، لكن احنا بنجتهد على قد ما نقدر عشان يعني نحاول نطلع الشغل بتقنية كويسة.
ابتدي اروح اتنقل للعين التانية في نفس المكان يا حبايبي، عشان اطلع العروسة مظبوطة على قد ما اقدر. انا عايزة بس اتنقل للعين التانية في المكان المظبوط، وبعدين دلوقتي حقيقي عشان عايزة اوريكم العين شكلها ايه بعد ما اتعملت نقطتين الاضاءة. بالراحة خالص اهو، برضو كل ده المكان مش مظبوط، برضو بعيدة. ماشي، انا ممكن اخدها من بره لجوه، خلي بالي. اخش جوه سنه كمان كده مظبوط قوي اهو. اهو حبايبي نقطتين الاضاءه بتوع العين اهو. عايزه اعمل دول زيهم بالظبط بنفس الاتجاهات. هطلع هنا وهظبطهم واعملهم وارجع لكم تاني يا حبايبي، عشان نعمل اخر حاجتين باللون الاسود وحاجه كده باللون الاخضر. هرجع هعمل نقطتين الاضاءه وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم مره تانية. انا خلصت نقطتين الاضاءه في العين اليمين والعين الشمال. انا دلوقتي هعمل حاجه بسيطه جدا جدا لكن هتدي شكل تحفه للعين. بصوا حبايبي، انا هحوط اللون الاخضر بتاع العين ده الفاتح، هحوطه بلون اغمق. الفكرة دي بتديكي ظل حلو قوي 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 لعين العروسة. الخطوة دي بعملها آخر حاجة قبل ما تقل الحواجب، سوري الجفون تاني. قبل ما تقلها ابتدي اخش اعمل الفكرة دي بتاعة الأخضر اللي هو درجته أغمق سنة. أو طبعا احنا هنا بنتكلم أخضر عشان احنا شغالين بلون أخضر. العين أصلا بلون أخضر، لكن أنا لو أي لون، لو أزرق أبتدي أشتغل بدون درجة أغمق في الأزرق. أنا بس هظبط لأن أنا هنا مكاني مش مظبوط قوي. بالراحة خالص اهو، في جزء بس معقود هنشيله عشان ما يعملش معانا مشاكل. بصوا حبايبي انا فين اهو. انا كل الحكاية فاكرين المربع الاولاني اللي احنا عملناه؟ انا هعمله مرة تانية مرتين. المربع اللي انا حددت بيه النن الاساسي للعين. انا ممكن اشتغل بالابرة دي، ممكن اشتغل بالابرة الاصغر اهو. خليني بس ايه، انا كده خلي بالنا الخيط ده ليه كذا فتلة، فخليني دايما ابقى شدها كويس اهو وارجع. خليني برضو اظبط حالي، انا مش عايزة اضغط على البياض بتاع العين، فخليني دايما اهو. انا بظبط بس مكاني يعني، هنا ما بعملش حاجة اهو. وارجع اخد الغرزة العكسية حبايبي. معلش انا هغير الابرة لان الابرة دي هتغلبنا على الفاضي، وهرجع لكم حالا اهو. حبايبي انا بس غيرت الابرة صغرتها، هطلع في المكان اللي انا عايزة اطلع منه اهو، وخليني على المفرد برضو اهو. وهبتدي اظبط نفسي بحيث ان البياض ما يبقاش داخل معايا في الاخضر ده. ارجع تاني هنا. انا بعمل ايه؟ انا بعمل حاجة سهلة جدا بس هي صعبة عليا دلوقتي عشان انا اشتغلت اوريدي طبقات كتير. فانا بعمل ايه؟ ان انا بحدد اللون بتاع العين مرة تانية، ده بيديله لمعة تحفة حبايبي اهو. اهو اهو يا رب يكون واضح. معلش
انا عارفة ان الموضوع مش سهل اهو. دي اخر واحدة، فهعملها بالابرة الكبيرة او بدبلر الاخضر ده. انا يكفيني قوي طبقه واحده، فهبدل الابره عشان انا عايزه انقل نفسي للناحيه التانية. طبعا حبايبي الابره الصغيره ما تعرفش تنقلني بسهوله للناحيه التانية، فلازم انقل بالابره الكبيره. وهعمل نفس اللي عملته ده مره تانية في الناحيه التانية. كل اللي انا عملته تاني، انا حددت اللون الاخضر بلون اخضر اغمق منه. وهتشوفوا النتيجة دلوقتي. وبعد كده هلضم خيط اسود عشان نفنش العين خالص. هعمل حاجتين في العين اهو. انا هنا اهوت الحتة دي اللي انا ما عملتهاش، هنزل هنا اهو وهطلع في قصادها الناحية التانية بالظبط اهي. هنا المكان معقول جدا اهو، بالراحة. بصوا كده اهو. هعمل الناحية التانية زي ما عملت الناحية دي بالظبط، وارجع لكم تاني وانا لضمة خيط لونه اسود. حبايبي انا رجعت لكم تاني. بصوا كده سوري. بصوا كده انا عملت هنا التحديد الاخضر الفاتح بتاع العين الناحيتين اهو. تمام. بصوا حبايبي انا في المرحله دي عملت الخيط الاسود على مكوز عشان ارجع احدد الجفن مره تانية، لان ده اللي هيديني الجمال للعين. بصوا انا هعمل ايه. كل المنطقه دي هعمل لها تصحيح. يعني ايه تصحيح؟ يعني هدورها من اول الجفن لاخره، هخش فيه مره تانية وارجع عند الزوايا اهو. هنعرف دلوقتي انا بعمل ايه واحده واحده وبالراحه. انا عملت الخيط الاسود على دبل، ونزلت فين؟ في اول النني بتاع الجفن بتاع العين. بصوا لي كده انا عملت اهو على دبل اهو، وهرجع اشد كده بالراحه خالص خالص، وهرجع انزل تحت اول زاويه. عشان اعمل ايه حبايبي؟ عشان اثبت. هرجع تاني بخش في نفس النقطه على فكره. تاني انا هقربها لكم خالص اهو، عشان خاطر ما يبقاش بس في حاجه الابر. هبعد الابر وكل حاجه اهي عشان خاطر الخيط بتاعنا طويل اهو. انا دخلت فين؟ فاكرين الزاويه اللي انا عملتها دي؟ انا خدت المسافه دي كلها بفتله واحده، وبعد كده رجعت هنا عشان ابتدي اثبت العين كويس قوي. وهرجع تاني في النقطه دي اهي، وهرجع اثبت بالراحه خالص يا حبايبي. احنا لا في حاجه بتجري ورانا ولا احنا مستعجلين حاجه. اظبط الخيط كويس قوي اهو، وايه واشد بالراحه خالص خالص اهو اهو. عشان انا خلي بالي انا ما بشتغل بفتلتين غير اما بشتغل بفتله واحده. لازم افتح الفتلتين واتاكد ان الناحيتين مشدودين. بصوا هتحسوا ابتدت العين تختلف خالص لما باجي اكحلها كده. خلاص انا ابتدي ارجع هنا في نفس النقطه تاني. انا بعدي حبايبي فوق من تحت الخيط لغايه فوقه، واعدي الناحيه التانيه، وهبتدي اخد التكحيل اللي تحت العين من الناحيه دي اهو. انزل بس صح، وهطلع منين؟ فاكرين الحته اللي تحت اللي انا عملتها اسود اهي؟ انا هقف بيها في الابره واوريها لكم. الحته الاسود اللي تحت دي هاخد الجفن من تحت بنفس الطريقه برضو اهو، بالراحه خالص اهو. ما شدش عشان ما يبانش ان انا مثبته اهو. بس كده. هبتدي نفس الحركه. هعمل ايه؟ هعدي الخيط ده كله كده من تحت عشان التكحيله تبان بتاعه العين، اكني حاطه للعروسه كحل. وارجع هنا في الزاويه مره تانية وانا فين؟ فوق الخيط اهو. وهرجع اعدي مره تانية فوقيه اهو. تمام اهو. هرجع اخش في نفس النقطه واروح رايحه العين التانية اعمل نفس القصه دي بالظبط. هقف هنا عند اول الايه اهو، عند اول العين، وابتدي بالراحه خالص اهو.
هبتدي الف نفس اللفه اللي انا عملتها هنا، هعملها بنفس الخيط الدبل واكحل العين زي دي بالظبط، ونيجي نعمل اخر خطوه في العين خالص، هنشوفها هتعجبكم جدا جدا جدا. انا كده عملت تصحيح لشكل العين، دورتها اكتر. هنعمل العين التانية ونشوف هنوصل لايه. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما عملت التكحيل بتاع العين للناحيتين، خلاص اهو تمام. هبتدي اعمل باللون الاسود، هعمل الرموش. انا بقف عند اخر العين وبمشي كل مره واحده بالورب. انا ليه يا حبايبي؟ انا مش عايزه اكثف الرموش، الرموش عايزاها 3 رموش بس، بتدي شكل لطيف وهادي جدا للعروسه، ما بتديهاش الشكل الحاد. لان انا بشوف يعني عرايس اللي بتبقى معمول ليها اكتر من 3 رموش، بحس انها مبرقه، بحس ان العين بتاعتها مبرقه. بصوا النقطه دي كويس قوي انها حصلت. بصوا كده انا طالعه منين، في فرق هيبان ابيض بين الجفن وبين اهو بين الرمش. انا مش عايزه ده خالص، انا لازم انزل لاقصى درجه اكني طالعه من عند الجفن بالظبط اهو. اهو ادي الرمش التاني برضو بالورد. انا بسيب في حدود مقاس غرزة بين كل واحدة والتانية اهو. الجماعة الرموش ما فيهاش اي حاجة خالص طبعا، انا بس بظبط مكانها وبظبط ان هي طالعة من نفس الجفن زي ما اتفقنا. دي اخر حاجة مرحلة في العين، هيبقى ناقص نعمل الحاجب بس. انا بفضل طبعا الحاجب يتعمل باللون البني اهو. وادي الرمش التالت يا حبايبي اهو. وابتدي اروح للعين التانية، ابتدي برضو من نفس المكان. انا ببتدي من اخر رمش ورا عند الزاوية دي اهو. بالراحة خالص خالص، خلي بالي من الخيط. لو حسيت ان في واحدة فرق عن واحدة منساش انا شغالة بمجوز. اللي عايزة تعمل الرموش بالمفرد يا حبايبي تعملها اهو. تمام. انا عملت هنا 3 رموش، هعمل زيهم بالظبط الناحية التانية 3 رموش وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني، انا كده خلصت العين تماما تماما. يا رب تكون العين واضحة ويا رب تكون الفكرة عجبتكم. انا دلوقتي بعمل الحواجب بالخيط البني. بصوا حبايبي انا عديت 1 2 3 3 ادوار فوق العين، ودخلت منين؟ من الزاوية بتاعة العين. مش احنا عملنا الزاوية الاول فوق الزاوية، بعد فوق الزاوية وبعد هنا 1 2 3 4 5 تمام، او 6. خلينا في 6 وهنزل 2 بالميل. بصوا لي كده اهو ان شاء الله تتظبط تاني. 1 2 انا طالعه من هنا 1 2 3 4 5 6 ادي الستة، وبنزل 2 بميل، مش ميل حد يا حبايبي، بميل عادي خالص، عشان انا مش عايزه الحاجب يطلع شكله مش لطيف. وبرجع تاني اخد لاول غرزه اهو، عشان هعمل اتقل واعمل التعديل عشان ما يبانش فيه زوايا. كل حاجة حبايبي انا عايزة ادورها بعملها بالطريقة دي. تمام يا حبايبي اهو. رجعت تاني للاول بتاع الحاجب. على فكرة الحاجب ملوش قاعدة، يعني ملوش قاعدة، انتي والشكل الحبة يبقى عليه الحاجب اهو. ارجع المسافة كلها، التعديل بعمله ازاي؟ امشي المسافة كلها وارجع عند الزاوية
وارجع اهو. انا كده بخلي بالي واخده الاتنين سوا اهو. تمام. وانزل في نفس النقطه تاني واروح رايحه للناحيه التانيه بالظبط زيها. هعد 1 2 3 وابتدي اهو 1 2 3 واعمل الحاجب التاني اهو حبايبي. يا رب يكون واضح. ممكن تصغري الحاجب عن كده، ممكن تعملي خط مستقيم، دي حاجه ترجع لك. ده انا بفضله الشكل كده. تمام. كل واحده حسب ما يرجع لها. انا هعمل الناحيه التانيه وارجع لكم عشان نعمل المناخير والايه حبايبي انا رجعت لكم مره تانية بعد ما خلصت الحاجبين زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. هنبتدي دلوقتي نعمل الانف بتاع العروسه. بصوا لي كده. هعد من اول السطر ده 1 2 3 4 وبين الرابع والخامس هعمل هنا الانف. بين الرابع والخامس هعمل الانف، هعمله في النص بالظبط اهو. في المرحله دي هخش طبعا من ورا. انا بعمل الانف حبايبي بنفس اللون بتاع الجسم اهو. اعد تاني ادي 1 2 3 4 اهو. طبعا الخيط بتاع مولي كان تخين اه، ما عملناش عقده اهو. نخش في المكان تاني بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش محتاجه حبايبي الانف يكون معايا الخيط طويل عشان ما يضايقنيش. هقصره عشان اعرف اشتغل. تمام. بصوا لي كده. انا هعمل انف عباره عن ايه؟ عن تمريره بسيطه كده. بصوا غرزه بسيطه خالص بالراحه. بعدي مره 2 شايفه 3 حلوين قوي 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 عشان يطلعوا الملامح لطيفه وصغيره اهو. هرجع بقى اخلي بالي انا عملت اخر غرزه ما شدش قوي. بصوا سمسومه خالص اهي وصغيره. هبتدي هنا يا جماعه قبل برضو ما ما اقفل بمر مره تانية لمكان تاني عشان ابقى متاكده ان الحاجه سكيور. لان خلي بالنا ده غير التطريز بتاع العين. العين بمر في اكتر من حته. تمام. فبيتهيألي الشغل بيبقى اكتر ماسك او متماسك اكتر. بجيب اللون الاحمر واعمله على دبل عشان نبتدي نعمل الفم بتاع العروسه. الفم بتاع العروسه حبايبي تحت الانف بدورين. انا عايزه اعمل فم العروسه بيضحك، عايزه اعمل البق بيضحك. فبدي نفسي مساحه اعرض سنه من لو انا عملت الفم عادي. الفم عندي بيبقى او البق بتاع العروسه بعمله على 3 اشكال. الشكل الاولاني هو عباره عن خط مستقيم ما فيهوش اي حاجه. تمام. الطريقه التانية ان انا بعمله فم ضاحك زي اللي احنا هنعمله دلوقتي حالا لمولي. الطريقه التالتة ان انا بعمله فم مايل، بيبقى له ميله كده زي عرايس كتير نازله على النت. بيبقى الفم مايل، بيبقى الفم عامل كده. بصوا كده مايل لفوق كده. احنا عايزين نعمل العروسه بتاعتنا
الفم بتاعها ضاحك. هوريكم الطريقه. الفم العادي يا حبايبي بيبقى كده اهو، بعدي الشكل مرتين على الهيئه دي، تمام. لكن احنا دلوقتي هوريكم ازاي ان احنا هنعمل الايه لمولي الفم بتاعها بيضحك. بصوا يا حبايبي، ازاي احنا دلوقتي عملنا الانف اهو، نزلت دور وادي التاني. الانف انا عاملاها في النص هنا، اعمل عدد غرز مساوي يمين وشمال. انا هنا هسيب الاتنين اللي انا عامله فيهم الانف، واسيب واحده قبلها وواحده بعدها، وهنزل هنا. بصوا يعني انا سايبه خرمين معايا في النص. انا الخيط معايا مجوز، ارفع الخيط لفوق كده اهو، وارجع تاني لنفس المكان. انا كده ايه، ما عملتش اي حاجه لسه، انا يا دوبك باخد غرزه واحده زي السراج اهو، تمام. بالراحه خالص. مهم قوي بالنسبه لي اثبت هنا واظبط الاتجاهات بتاعه الخيط بتاعي عشان ما يطلعش البق لافف. بصوا حبايبي، بصوا كده المنظر ده كده لو العروسه بق عادي من غير اي حاجه ولا ابتسامه. احنا بقى عايزين نعمل مولي مبتسمه، فهنمشي. فاكرين الحركه اللي انا عملتها في الحاجب هنا؟ هي هعملها، واللي حوطت بيها النني بتاع العين هعملها تاني. انا اهو واقفه هنا، هنزل هنا اهو في الناحيه التانيه، واجي في نص المسافه بالظبط وهطلع. هحجز الخيط بتاعي، بصوا بالمنظر ده هتبان لي اكن العروسه بتضحك اهو، وهنزل في نفس الحته بالظبط وهطلع من ورا. خلي بالي بقى اهو، افصل الفتلتين واظبط عشان العروسه تطلع جميله. بصوا لي كده، يا رب كده تكون العروسه باينه اهو. بصوا العروسه طالعه جميله جدا، وطلعت ملامحها حلوه قوي قوي، العينين الواسعه بتميز العروسه. انا هقفل الناحيه دي من ورا عشان اوريكم هنعمل البلوشر بتاع العروسه ازاي، او الميك اب بتاعها ازاي. بصوا حبايبي، في ناس كتير بتعمل ميك اب تحت العين وفوق العين. احنا هنعمل حاجه هاديه خالص خالص. مولي مش مستحقيه غير شويه رجوج فقط لا غير، مش محتاجه حاجه اكبر من كده، لان هي الموديل بتاعها برضو احنا مش عايزين، يعني احنا غيرنا فيه كتير الحقيقة، بس مش عايزين بقى ايه يبقى تغييرات فجة. مش عايزين نزود قوي في التفاصيل بتاعة الميك اب. كده هيبقى كويس قوي ان احنا نعمل لها الجزء بتاع الروجاجو بس، تمام. اقفل بس تقفيله كمان عشان الخيط ده بالذات، عشان ده بتاع الفم مش متثبت خالص، فعشان كده بمر اكتر من مره. بس كده كويس قوي. عايزاكم بس تتفرجوا معايا على عروستنا الجميله مولي بعد ما ملامحها خلصت. بصوا كده اهي، بصوا على اللون بتاع البونيه، بصوا الجمال. طبعا لما يتركب لسه الشعر حلوه جدا جدا وشكلها رائع اهو. طبعا البونيه لسه واسع عشان احنا لسه ما ركبناش الشعر حبايبي، ولسه ما ثبتناهوش. البونيه لازم يتثبت اهو. لما بتك كده على العين بيبتدي تظهر الملامح اكتر اهو. يا رب تكون ملامح مولي عجباكم اهو ان شاء الله. هنعمل اخر حاجه، ودي طبعا سهله جدا، دي ممكن نعملها على فكره يا حبايبي بره يعني كلنا بنعمل ميك اب يعني، فالموضوع سهل جدا. كل اللي انا عايزه فرشه عريضه، وعايزه الميك اب. انا بحب اختار بليشر فاتح. كل اللي هعمله، بصوا انا هعمل ايه، هقرب لكم اهو. شيل ده كله كده
انا خدت اهو بنفضه عشان اللي بنات اللي بتشوف ما كانش كده نفضيه على ايدك. خلاص انا بعمل ميك اب خفيف خالص. بصوا، واعمل الناحية التانية زيها بالظبط اهي. باخد تحت العين وباخد شوية عند الانف، بس هخلي الانف بالايه، بالفرشة الاصغر. خلاص اهو، هجيب الفرشة الاصغر وهبتدي اعمل نفس الموضوع عشان اعمله للانف اهو. كده حبايبي الملامح بتاعت مولي خلصت تماما. يا رب تكون العروسة مولي عجبتكم، وان شاء الله كده فاضل لنا خطوة واحدة فقط لا غير، وهي ازاي نعمل الشعر. وده الفيديو الجاي على طول، وان شاء الله مش هتأخر عليكم ما تقلقوش. ويا رب تكون مولي عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.